التليفون وبيبص في البيانات اللي عليها وبيلاقيها بيانات سيونج، وساعتها بيستغرب وبيروح يدور على البيانات بتاعته وبيتأكد إن الشخص اللي طلب منه المساعدة وهو رفض. وفي الوقت ده بيكون الاتنين اللي شغالين مع سيونج ماشيين ورا الراجل لحد ما بيوصل لشارع ضيق، وبيقرروا إنهم يروحوا وراه ويهجموا عليه، بس هو بيضربهم هما الاتنين. وسونج لما بيوصل لآخر عنوان بعتوه ما بيلقاش حد، ولما بيرن عليهم تليفوناتهم بتكون مغلقة، فبيشك إن الراجل ده بيكون خطفهم. وفعلا بنشوفهم وكل واحد فيهم متكتف في كرسي، والراجل ده بيطلع مسدس وبيحط فيه طلقة واحدة وبيخليهم يلعبوا حجر ورقة مقص لحد ما واحد منهم يموت. وفعلا بيلعبوا أكتر من مرة لحد ما واحد منهم بيجي على الدور وبيموت. وبعدها بنشوف سيونج وهو راجع للبيت وبيكلم رجالته وبيطلب منهم يدوروا على الراجل ده في كل مكان. ولما بيطلع الشقة بتاعته وبيفتح الباب بيلقى الراجل ده واقف قدامه وبيقول له ساعتها واضح إنك كنت بتدور عليا في كل مكان. وبيفضل يحكي